بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مشاهدينا ومتابعينا الأعزاء الأجلاء. موضوعين في غاية الأهمية. في موضوع احنا اتكلمنا عنه في فيديو سابق وبنأكده دلوقتي، اللي هو عودة رمضان صبحي للأهلي. في دلوقتي اجتهادات كتير وفي محاولات كتير من أطراف كتير لعودة رمضان صبحي للأهلي. طبعا في ناس بتحاول تقنع إدارة الأهلي، كمان اللاعب في طريقه الاعتذار للنادي الاهلي. اللاعب من ساعه ما ساب الاهلي ما لقاش نفسه على ان هو يؤدي بشكل جيد من بعد ما ساب النادي الاهلي. في محاولات كتير من اطراف اخرى باقناع النادي الاهلي بقبول عوده رمضان صبحي وفي مراحلها النهائيه، وانا بقول لكم الكلام ده ان شاء الله على مسؤوليتي شخصيه، سواء انت موافق او مش موافق مع الموضوع ده، ولكن هو في سبيله ان هو يعود رمضان صبحي للنادي الاهلي. الكلام ده هتسمعوه برضو جبته لكم قبل كده في فيديو سابق من احمد شوبير، هتسمعوه دلوقتي كمان من ابراهيم المنيسي. الموضوع الثاني بقى اللي هو اللي بصراحه معمول كده، ما تعرفش ايه السبب ان هو يطلع الكلام ده في التوقيت ده او ايه هدفه. هو حوار ميدو مع اميره بدر في البودكاست اللي هو طالع يقول فيه كلام انا بعتبره كلام ما يطلعش الا من واحد بيهلفط ما بيعرفش بيقول ايه. اتكلم في المره الاولانيه على ان الزمالك ونادي القرن الحقيقي والكلام ده كله عديناها. دلوقتي طالع بيتكلم عن حوار كده ملوش اي لازمه عن محمد صلاح وابو تريكه، يعني كلام ملوش اي اساس، ما فيش اي اثبات، وكلام ما يطلعش الا من واحد عايز يثير بلبله وعايز يثير دوشه وعايز ياخد الترند بدون اي سبب وبدون اي داعي. تعالوا نسمع كلام ابراهيم المنيسي ونسمع كلام ميدو ونعلق عليه مع بعض. بدأت برضو بمناسبة الصفقات يكتر الكلام على رمضان صبحي لاعب الاهلي السابق وطبعا لاعب بيراميدز الحالي. اجتهادات كتيرة على انتقاله للزمالك وعلى قرب انتقاله للزمالك. بدأ الكلام يطلع من بيراميدز النهاردة ان هم جادين في تجديد عقد رمضان صبحي. رمضان عنده رغبة في الانتقال الخارجي، طبعا عنده رغبة وحلم وامنية انه يرجع للنادي الاهلي، بس خلاص الامر ده مش مجال الكلام فيه ابدا دلوقتي ولا مطروح للكلام. لكنه بالنسبة لمساره الاحترافي هو عنده تفضيل الاحتراف الخارجي. بيراميدز عنده رغبة في انه هو يجدد له، فبالتالي عايز يجدد له لان عقده يخلص السنة الجاية، فعايز يستبق المسألة ويجدد له ويديله ادفانتج او ميزة. لو جاله عرض احتراف خارجي يبقى يسمح له بالانتقال الخارجي علشان يسد الطريق على الزمالك اللي كان اعلن رغبة واضحة جدا في ضم رمضان صبحي. لكن حتى الان مفيش حاجة اعلنت رسميا لا من رمضان ولا من بيراميدز ولا من الزمالك، وان كان الاخير هو الاكثر الحاحا بالرغبة. يعني ده ما يخص التحرك الجديد من بيراميدز تجاه رمضان صبحي للحفاظ عليه. النهارده كمان كانت المحكمة الاقتصادية قررت تأجيل محاكمة مرتضى منصور في دعوة مرفوعة من الكابتن محمود الخطيب ومحاميه الأستاذ محمد عثمان، قضية سب وقذف، تأجلت إلى 18 إبريل. وكان في دعوة أيضا لممدوح عباس ضد مرتضى منصور سب وقذف أيضا، تأجلت إلى 18 إبريل. الكلام دلوقتي على قضية الحكام ومباراة الأهلي والبنك واللي حصل. عايز أقول لكم معلومات. فيتور بيريرا البرتغالي رئيس لجنة الحكام معترف تماما ان الاهلي له ضربة جزاء، وقال لأعضاء اللجنة ولما شاف الاهلي له ضربة جزاء. حاجة التانية انه الكلام على استدعاء طاقم التحكيم البنا والحنفي وطلب وبقية الاعضاء الطاقم كله للتحقيق حتى النهاردة ما تمتش. يعني كان المفروض في جلسة النهاردة، لكن حتى قبل المغرب ما عندهمش. ممكن يقعدوا معاه بالليل، ممكن يقعدوا معاه بكرة. لكن هتقول لي النية راحة فين؟ الاتجاه القوي ايقاف محمود البنا وايقاف محمد الحنفي وايقاف احمد توفيق طلب. تقول لي طيب والمساعد؟ ما هو المساعد الحكم في الملعب هاني خيري ما رفعش بالراية في تسلل حسين الشحات. اقول لك هو الراجل ممكن جدا ما يشوفهاش
ممكن محبش يتدخل ويسيبها للفار، ممكن شايف ان هي مش اوفسايد لانه الكلام اللي اتقال ده مش مقنع ولا حاجه، لكن الثابت والمؤكد انه في تقاعس شديد جدا تجاه واقعه صريحه وصحيحه وواضحه وفاضحه وكاشفه وكاسفه ضربه جزاء للنادي الاهلي، وانه ايمن اشرف مطلع ايده بره، ايده مكبره جسمه، والبنا بيقول لا ايده جوه جسمه وما اعرفش جابها منين. طيب هنا في 3-4 حاجات. احمد توفيق طلب حكم الفار المساعد، الكلام على انه قال لهم فيه اوفسايد، هي الكلام مش بالبق، هو انت بتشيك علشان بس الجمهور يبقى عارف. حكم الفار المساعد اللي موجود في غرفة الفار بيشيك على التسلل في 3 مراحل. اول مرة لو هيعمل السنجل لاين، الخط الواحد هيبين له على طول على وجه الدقة اوفسايد ولا مش اوفسايد ويقطع بيها. اذا تدخل حد من اللعيبة وبقت اللعبة فيها اطراف تانية متداخلة، بيعمل الدبل لاين، والدبل لاين اكثر دقة واكثر حسما واكثر توضيحا للاوفسايد من عدمه. دخلت المسألة وفي ناس في الهوا وفي العاب كذا، بيروح بقى للترينجل لاين. الترينجل لاين دي المرحلة التريبل القاطعة الحاسمة اليقينية انه في او مفيش. طيب انت كحكم فار مساعد عملت اي واحدة من دول؟ اكيد لا، والا كان لازم يقطع بالشك ويقول له اتفضل انا شيكت والنتيجة كذا. طيب ده ما حصلش. سيبكوا بقى من الخط اللي يعمله الكابتن الشناوي او اللي تعمله قناة الاهلي او اي قناة، لان الخطوط اللي بتتعمل في القناة ديت خطوط الملعب نفسه، يعني دي خطوط الاداء الفني في الملعب، ما هياش الخطوط القاطعة الحاسمة هندسيا فيما يخص غرفة الفار. دي خاصة بطرق اللعب وخاصة بحاجات ما هياش قاطع القطع اليقيني في مسألة التسلل. طيب انت وهو بتقولوا ان هي اوفسايد، انتوا بتكذبوا، وانا قلت لكم كده امبارح في رمضان ما ينفعش تكذبوا، بما فيهم مسؤول اللجنه. لما تقول لي نستخبى ورا حته الاوفسايد، انتوا كده بتدينوا نفسكم اكتر، لانه الاوفسايد ما اتحسبش، والمباراه اللعب استؤنف بضربه مرمى، ولم يثبت ابدا انه الفار شيك على التسلل، ما حصلش. لم يثبت ان هم قالوا الحنفي قال للبنا ان هي ضربه جزاء، لم يثبت. وبالتالي الليلة دي كلها هيتوقفوا فيها، وبالذات ال3 دول: البنا، محمد الحنفي، واحمد توفيق طلب حكم الفار المساعد. طبعا هاني خيري مساعد الحكم اللي كان في الملعب ده، الراجل ما رفعش الرايه لانه ممكن يكون شايف ان هي مش اوفسايد، وممكن يكون تقديريا سابها لغرفة الفار. خالد السيد اللاين مان الناحيه الثانيه برضه ما عندوش حاجه، محمد يوسف الحكم الرابع ما عندوش حاجه، فدول ما عندهمش حاجه في الطاقم ده. لكن البلوه الجامده اللي جايه من الثلاثي البنا والحنفي واحمد توفيق طلب. بريرا وهو بيعترف بصحه ضربه جزاء الاهلي وان الاهلي له ضربه جزاء، ليه ما يطلعش يعترف؟ هو الراجل المفترض راجل اوروبي وعنده قدر من الثقافه الكافيه انه بوضوح شديد جدا يطلع يا جماعه في خطا بشري حصل، الاهلي كان له ضربه جزاء والحكم ما حسبهاش، والفار ما استدعاهوش رغم انه كان من حقه يستدعيه وكان واجب عليه انه يستدعيه ولم يستدعيه. حاولوا ان هم يشدوا محمد صلاح ناحيتهم. وبعدين ايه اللي حصل؟ وبعدين الدوله تدخلت، مصر تدخلت وشدته معاها. صلاح كان رايح؟ صلاح جه هنا بس هو كان رايح؟ كان رايح. انا بقول لك كان هيضحك عليه وكان رايح، بس هو ولعيب دولي سابق هو اللي كان متزعم القصه دي. ده تاريخ، بحكيك تاريخ. مصر اشتغلت على صلاح كويس جدا ان هي تشده ناحيتها، وصلاح رجل وطني. صلاح رجل وطني وبيقوم بدعم كبير جدا لبلده على المستوى المادي وعلى المستوى على جميع المستويات، مش تبقى عارفه بس. تمام. وده مش راضي بعض الناس، فهو بيتعرض لهجوم ليه؟ الرئيس عبد الفتاح السيسي على فكره شخصيا طلع وقال الكلام ده، وقال ان صلاح عمل كتير. وانا بقول لك انا عارف صلاح بيقوم بادوار كبيره جدا لصالح مصر. وتشد هنا مره ثانيه حاولوا تجنيده.
حاولوا تجنيده وكانوا هينجحوا خلاص في تجنيده، ومصر وعرفت مين اللي بيقوم بالادوار دي، وصلاح اتجاب واتعمل له اعاده غسيل مخ. طيب انا بس عايز ارد على ميدو ايا كان الكلام اللي بيقوله صحيح او غلط. طب ليه الكلام ده ما اعلنش من جهات رسميه؟ اشمعنى ميدو طالع يقول الكلام ده دلوقتي؟ وليه دلوقتي بالذات ميدو طالع يقول الكلام ده؟ ليه ما قالش الكلام ده مثلا لما كان في موقع مسؤوليه، لما كان في مجلس مرتضى منصور، كان موجود مع مرتضى منصور؟ ليه بعد الفتره دي كلها طالع يقول الكلام ده؟ وايه مناسبه الكلام ده اذا كان الكلام صحيح او خطأ؟ فهل ليه مناسبة اخرى او هل ليه هدف ميدو؟ انا بقول لك ميدو كل ما هنالك ان هو دلوقتي بعيد عن الانظار تماما، ما هوش ماسك اي منصب في اي مكان، بيضربش اي نادي، ما هوش مثلا لاعب مؤثر في اي فريق. فهي دي طبيعة ميدو، كل فترة كده بيحاول ان هو يطلع باي شطحة كده بحيث ان هو يجذب ناحيته الاضواء تاني، مش اكتر ولا اقل.